معاكم يحيى منور من شركة المهندس منسي انتوباك للصناعات الهندسية والتعبئة والتغليف الحديث من فرع الحدائق. مكنة لحام سير موديل 301 بتروس ارتلون. تروس ارتلون اللي هو البلاستيك المقوم. المكنة دي بتشتغل بنظام كهرباء 220 كهرباء البيت العادية. الزراير بتاعتها نظام لوحة التحكم، زرار باور اللي هو اللي بيشغل المكنة، زرار سخانات مع التايمر، دي الحرارة الفعلية اللي هي في السخانات، وده التايمر اللي انا بحدد منه عايز قد ايه حرارة. دي طبعا بتبقى حسب الخامة، لو خامة تقيلة نزود الحرارة، خامة خفيفة نقلل الحرارة. الزرار ده بشغل منه المروحة، هي موجودة معايا هنا، وده بقلل سرعة المكنة وازودها منه. دلوقتي نشوف طريقة شغلها. معايا كيس فاضي هنا، احط الكيس كده بس هو يمشي مع نفسه، باخده من هنا كده معايا لحمة. نجربها دلوقتي على كيس مليان. احط الكيس ده كده، هو ده شكل اللحام بتاعها. واقدر طبعا الحم من كل الجناب، مش شرط يعني الجنب ده، اقدر برضو اشكل عليها كيس فاضي. اروح جايب الكيس ده كده، اروح واخده من الجنب ده عادي، اقدر الحم عليها كل الجناب باي شكل الكيس. يعني برضو تلحم معايا اكياس واشكل عليها اكياس برضو، حتى لو كان مثلا معايا كيس فاضي. عرض اللحام اقدر اجيبه من 1 مللي ل10 مللي، يعني ل1 سنتي. مقدمة لكم من شركة المهندس منسي انتوباك للصناعات الهندسية والتعبئة والتغليف فرع الحدائق.